انا زمان كنت يعني متفوق جدا في دراستي، كان اي حاجه اقراها كده من ثانيه واحده اكون فاهمها ومستوعبها كويس. لا وبفضل فاكرها على طول. لكن بقى بسبب ظروف الشغل والحياه بطلت بقى ان انا اذاكر او اتعلم زي زمان. بس دلوقتي بقى لما رجعت اكتشفت ان انا ببذل مجهود كبير جدا عشان افهم واستوعب، وما عنديش نفس القدره ان انا افتكر زي زمان، وما بقتش قادر اركز خالص. انا مش عارف اعمل ايه. طب ما ده طبيعي اصلا. ليه بقى؟ لان ببساطه المخ بتاعك عامل زي عضلات الجسم. فانت تخيل ان انت مثلا لما تروح الجيم بعد فتره من عدم التمرين، اكيد في الاول بتحس بتعب واجهاد كل ما تعمل تمرين بسيط. هو نفس الموضوع ده بيحصل للمخ بتاعك لما ترجع تتعلم بعد ما تكون توقفت لفتره طويله. يعني في 3 خطوات اساسيه ممكن تعملهم هيساعدوك بشكل كبير جدا ان انت تتغلب على المشكله دي. ايه بقى الخطوه الاولى؟ اول خطوه هي ان انت تتقبل ان ده طبيعي. ان هو يعني ما تبقاش متضايق وتبقى انت متوقع ان انت لما ترجع تذاكر تاني ان انت هتبقى في نفس الكفاءة بتاعت زمان. لا، تقبل في البداية ان دي حاجة طبيعية جدا، وان هو طبيعي ان انت تواجه صعوبة في التركيز وانك تفتكر الحاجة اللي انت بتذاكرها. طب ايه الخطوة التانية؟ تاني حاجة بقى هو ان انت تخصص وقت في يومك مهما يكون بسيط للتعلم او للقراءة، وتبقى عارف ان الوقت ده هو يعني حاجة كده زي وقت مقدس ما ينفعش تعمل فيه حاجة غير ان انت تكمل اللي بتتعلمه او بتقراه. الخطوة التالتة بقى عبارة عن ايه؟ تالت نقطة بقى واهم نقطة هي الاستمرارية. يعني ما تجيش مثلا انت تقول خلاص ان النهارده مثلا او الفترة دي انا عايز اتعلم كتابة، وتبقى متحمس بقى جدا في الاول لمدة اسبوع اسبوعين 3 اسابيع، وبعد كده بقى تلاقي نفسك مش قادر تطبق مش قادر تركز فايه تتجنب الموضوع. لا، انت مهم جدا ان انت ما تزهقش وتستمر على الاقل 8 اسابيع. لان في دراسات كتير بتقول لو انت كنت متوقف عن التعلم ورجعت تاني لما بعد 8 اسابيع هترجع لنفس قدرتك بتاعت زمان. فانت بعد ال8 اسابيع دي هتلاقي نفسك استرجعت بقى قدرتك انك تستوعب زي زمان، وان انت تبقى مركز اكتر، وان انت تحتفظ بالمعلومات في الذاكرة بتاعتك لاطول فترة ممكنة. طيب انا هجرب كده وربنا يسهل. حلو قوي وبالتوفيق.